عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض إزاي نفهم الرياضي أو الرياضيات بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنبتدي النهاردة بدرس المعادلات. أول مسألة 2 س ناقص 1 بتساوي 5. المعادلات يا جماعة دايما المعادلات بتلاقي فيها يساوي، دايما المعادلات بلاقي فيها ايه؟ يساوي. اول خطوة بتخلص من السالب او الموجب اللي جنب س. اول خطوة بتخلص من العدد اللي فيه سالب او موجب اللي جنب السين. بتخلص منه ازاي؟ بطلعه بره بعكس الاشارة، يبقى بنزل 2 س زي ما هي، واللي يساوي بتنزل زي ما هي، والخمسة بتنزل زي ما هي. يلا اعكس الاشارة، سالب 1 هتبقى موجب 1. طب لو كانت هي موجب اقلبها لسالب، يبقى لو سالب بخليها موجب، ولو هي موجب بخليها سالب. يبقى عندي 2 س بتساوي 5 زائد 1 6. في الحالة دي لما ما بيكونش فيه إشارات وفيه عدد جنب س بعمل إيه؟ بقول له حاجة اسمها البعيد عن القريب. إيه هو البعيد عن القريب؟ البعيد عن س اللي هو مين؟ الستة، على القريب من س اللي هو الاتنين. يبقى أقول له س بتساوي 6 اللي هو البعيد على القريب اللي هو 2. طبعا 6 على 2 فيها كام؟ 3. يبقى س طلعت بكام؟ ب3. ركز معايا في الحتة اللي جاية دي. لو قلت لك مجموعة الحل في ط، لازم الناتج اللي يطلع يكون جوه ط. واحنا عارفين ايه هي ط؟ اللي هي الأعداد الطبيعية اللي هي 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. طب التلاتة دي جوه ط؟ يبقى مجموعة الحل كام؟ 3. طب لو مش هي جوه ط يبقى فاي، يبقى هضطر ان انا اقول له مجموعة الحل 3. يا رب يكون اول درس يكون سهل ولذيذ. انا مش عاوز اصعبها عليك، انا عاوز افهمك بطريقة بسيطة جدا. ما تتخيلش ان الرياضيات دي هتبقى صعبة بقى وسين وصاد وسالب وموجب، لا. انت بس انوي كده انك تفهم، وان شاء الله العملية تبقى سهلة وبسيطة. ومعانا مع بعض ان شاء الله هنخلص ان شاء الله خطوة خطوة وجزئية جزئية في المنهج بإذن الله، بحيث تكون فاهمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.